امبارح كنت قاعد بقلب في الموبايل، قلت هتفرج على فيديو دقيقتين واقوم اكمل شغلي. فيديو جاب فيديو والتاني جاب التالت وبعدين الرابع، وفجأة بصيت في الساعة اكتشفت ان ساعة كاملة راحت مني من غير ما احس. قفلت موبايلي وقعدت ساكت وسألت نفسي سؤال: هو انا اللي اخترت اتفرج على كل ده، ولا في حاجة كانت بتدفعني كل مرة افتح فيديو؟ قبل ما نكمل الحلقة خليني أسألك سؤال: كم مرة دخلت تدور على منتج ولفيت بين 10 صفحات وفي الآخر خرجت من غير ما تشتري حاجة؟ مع متجر ترند الموضوع أبسط من كده بكتير. سواء بتدور على ملابس أو أدوات منزل أو إكسسوارات أو منتجات للعناية الشخصية أو غيرها، هتلاقي تشكيلة كبيرة بتتحدث باستمرار، والأهم التوصيل متاح لكل محافظات مصر. يعني مهما كنت فين، طلبك هيوصل لحد باب بيتك. هتلاقي رابط المتجر في وصف الفيديو وأول تعليق مثبت. متجر ترند، كل اللي محتاجه في مكان واحد. ويلا بينا نرجع الحلقة. احنا بنحب نحس اننا اصحاب القرار، اننا احرار، وان كل اختيار بنعمله طالع من دماغنا احنا. لكن الحقيقة ان قراراتنا بتتأثر بحاجات اكتر بكتير مما نتخيل. كل فيديو بتشوفه، كل منشور بتقف عنده، كل اعجاب بتعمله، كل ثانية بتقضيها على حاجات معينة بتبعت رسالة بتقول انا مهتم بده، والمنصات بتسمع الرسالة دي وتقول تمام، خد كمان. بعد شوية تلاقي الصفحة كلها بقت شبه بعض، نفس الأفكار، نفس الأخبار، نفس نوع الفيديوهات، وتفتكر إن الدنيا كلها كده، مع إن الحقيقة يمكن أنت اللي بقيت عايش جوه فقاعة. والغريب إن المنصات مش بتجبرك على حاجة، هي بس بتتعلم منك كل ضغطة، كل وقفة، كل ثانية، وبعدها ترجع تقدم لك كل اللي يخليك تقعد أطول. وده يخلينا نسأل سؤال مهم: احنا بنستخدم التكنولوجيا ولا التكنولوجيا بقت بتعرف تستخدم انتباهنا؟ مش عشان نخاف منها ولا عشان نسيبها، لكن عشان نفهمها، وده اللي هنحاول نفهمه سوا بهدوء. خلينا نتفق اتفاق: انا مش بقول ان الموبايل وحش، ولا ان السوشيال ميديا مؤامرة، ولا ان التكنولوجيا لازم نرميها. بالعكس، احنا عمرنا ما كنا اقرب للمعلومة من دلوقتي، وعمرنا ما كان عندنا فرصة نتعلم ونتواصل بالشكل ده. لكن كل نعمة وليها تمن. خليني أسألك سؤال: آخر مرة فتحت الموبايل كنت داخل تعمل إيه؟ ترد على رسالة؟ تشوف خبر؟ تبعت إيميل؟ طيب ليه بعد نص ساعة لقيت نفسك بتتفرج على فيديوهات عن حاجة عمرها ما كانت على بالك؟ السؤال ده العلم حاول يجاوب عليه. في حاجة النهاردة بقت اسمها اقتصاد الانتباه. بمعنى بسيط جدا، في شركات كبيرة جدا بتتنافس كل يوم، مش عشان تبيع لك منتج، لكن عشان تكسب دقيقة من وقتك. لأن الدقيقة دي بتساوي فلوس. كل ما تقعد أكتر، تشوف إعلانات أكتر، وتضغط أكتر، وتستهلك أكتر، فبقى انتباهك واحد من أغلى الموارد في العالم. يمكن زمان كانوا بيتنافسوا على البترول، الذهب. النهاردة في منافسة من نوع تاني: مين يقدر يخلي الإنسان يبص للشاشة 5 دقايق زيادة؟ وانت يمكن تكون فاكر انك بتقلب براحتك، لكن الحقيقة ان كل مرة تقف عند فيديو ثانيتين زيادة الخوارزمية بتتعلم. كل مرة تعيد مشهد مقطع بتتعلم. كل مرة تعمل لايك او حتى تقرأ تعليق بتتعلم. هي مش بتقرأ أفكارك، لكن بتقرأ سلوكك. ومع الوقت تعرف عنك حاجات يمكن انت نفسك مخدتش بالك منها. عارف ايه الأخطر؟ إنها ما بتقولكش اتفرج على ده، هي بتخليك تحس إنك أنت اللي اخترته. وده الفرق الكبير. وفي علم النفس في فكرة معروفة إن الإنسان كل ما يشوف فكرة بشكل متكرر بيبدأ يحس إنها طبيعية، حتى لو كانت في الأول غريبة عليه. عشان كده نوع المحتوى اللي بتشوفه كل يوم مش بس بيملى وقتك، ده بيشكل ذوقك وأسلوب كلامك وطريقة تفكيرك، وأحيانا نظرتك للحياة كلها. وهنا الأسوأ: يمكن عشان كده تلاقي واحد شايف إن الدنيا كلها مشاكل لأنه كل يوم بيتفرج على مشاكل، وواحد تاني شايف إن الناس كلها نجحت
لأنه كل يوم بيتفرج على قصص نجاح، وواحد تالت حاسس إن كل الناس أغنياء، لأن الشاشة عمرها ما ورته غير الأغنياء. وده مش معناه إن الواقع كده، ده معناه إن الشاشة بقت هي الواقع اللي بنشوفه. مرة واحد قال جملة عجبتني، قال احذر مما تكرره كل يوم، لأنك في النهاية هتصبح نسخة منه. الجملة دي خلتني أفكر، إحنا بنقضي ساعات طويلة بنغذي عقولنا، لكن هل عمرنا سألنا إحنا بنغذيها بإيه؟ كتاب، ولا أشاعة، ولا معلومة، ولا علم، ولا جدل، ولا أمل، ولا خوف؟ لأن العقل زي الأرض، أي حاجة تزرعها فيه هتكبر، سواء كانت وردة أو شوك. يمكن المشكلة مش إن فيه خوارزمية، المشكلة إننا ساعات بنسلمها عقولنا من غير ما نحس. لكن هل معنى كده إن إحنا فقدنا حريتنا، ولا لسه نقدر نستعيد قرارنا؟ وده اللي هنتكلم عنه ونكمل كلامنا بهدوء. إحنا من شوية اتكلمنا عن الخوارزميات وعن الإعلانات وعن إن انتباه الإنسان بقى أغلى من حاجات كتير. لكن أنا مش عايزك تطلع من الحلقة دي وإنت حاسس إنك ضحية، لأن الحقيقة أنت مش ضحية، أنت إنسان عنده قدرة يختار، لكن الاختيار محتاج وعي. خليني أسألك سؤال، لما تفتح الموبايل مين اللي بيفتح الأول؟ أنت ولا عادة اتعودت عليها؟ فكر فيه، كم مرة مسكت الموبايل من غير سبب؟ كم مرة فتحت تطبيق وبعد دقيقة نسيت أصلا كنت داخل ليه؟ وده مش معناه إنك ضعيف ولا إنك أقل من غيرك، دي طبيعة أي عادة، لما تتكرر كتير بتشتغل لوحدها. لكن الإنسان ربنا ميزه بحاجة عظيمة، إنه يقدر يقف لحظة ويسأل نفسه، أنا بعمل كده ليه؟ واللحظة دي يمكن هي الفرق، بيبان إنك تعيش حياتك بإرادتك ولا أنت عايش على التيار الآلي. يمكن إحنا مش هنقدر نمنع الخوارزميات، ولا هنقدر نوقف الإعلانات، ولا هنمنع العالم إنه ينافس على انتباهنا، لكن نقدر نقرر إحنا هنسمح بإيه يدخل عقولنا. لأن كل فكرة بتدخل مرة ممكن تقعد سنين. اسأل نفسك كل يوم، أنا بقالي ساعة بتفرج، إيه اللي خرجت بيه؟ اتعلمت ولا استهلكت وقتي؟ قربت من هدفي ولا بعدت عنه؟ حسيت براحة ولا خرجت متشتت أكتر؟ في ناس بتحافظ على فلوسها جدا، ولو ضاع منها 100 جنيه تفضل زعلانة يومين، لكن ممكن تضيع 3 ساعات من عمرها ولا تحس. مع إن الفلوس لما بتضيع بنقدر نجيبها تاني، إنما الوقت لو راح مش بيرجع. عارف، يمكن أخطر سر في الحلقة دي إن الخوارزميات مش هي اللي بتقرر مستقبلك، هي بس بتقترح، لكن القرار الأخير لسه في إيدك. كل ضغطة قرار، كل متابعة قرار، كل دقيقة قرار. ومع الوقت القرارات الصغيرة هي اللي بتبني حياتنا. يمكن النهاردة بعد ما تقفل الحلقة هتمسك موبايلك، وده طبيعي، لكن أتمنى قبل ما تفتح أول تطبيق تسأل نفسك سؤال واحد، أنا داخل هنا ليه؟ عشان أعمل إيه؟ لو عرفت تجاوب يبقى أنت لسه صاحب قرار. وقبل ما نمشي خلينا ندعي سوا، اللهم لا تجعل قلوبنا أسيرة لكل ما يلفت أنظارها. اللهم ارزقنا عقلا واعيا وقلبا حاضرا وبصيرة تميز بين ما ينفع وما يضر. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، ولا تجعل أعمارنا تضيع فيما لا ينفعنا، وأعنا على أن نستخدم النعم فيما يرضيك، ولا تجعلها سببا في غفلتنا. اللهم ارزقنا حسن الاختيار وحسن التفكير وحسن استغلال الوقت. آمين يا رب العالمين. وافتكر، يمكن أغلى حاجة تملكها مش موبايلك ولا فلوسك ولا حتى وقتك، أغلى حاجة تملكها هي قدرتك إنك تختار. تصبحوا على خير ونكمل كلامنا بهدوء.